الأهلي يفعلها ويتأهل إلى نصف النهائي. سنتابع وإياكم الهدف الوحيد الذي جاء عبر إمام عاشور الذي تحدثنا عنه في الشوط الأول، وقلنا إن الأهلي يفتقد إلى خدماته في وسط الميدان الهجومي. كابتن هيثم، سنتابع وإياك الهدف، وأريد أن أسألك عن تعامل إيبنغي مع هذه المباراة رغم أنه شفنا تحسن للهلال في الشوط الثاني. والله أعتقد أنه الهلال دخل هذه المباراة حقيقة بعيد عن واقعية المباراة، إنك لاعب أمام تيم ومهزوم منه 1-0. سوء التغطية والتمركز الدفاعي، أعتقد أنه لاعبي الهلال من بداية المباراة كان يعني خارج نطاق التغطية، مشدودين أكثر من اللازم، سوء تمركز. أنا أشوف صلاح عادل لاعب الوسط أو لاعب الارتكاز دائما هو في مكان راس الحربة. الهلال اللي افتقد اليوم للاعب هداف صريح راس حربة، إنه كان ممكن يجد الحلول الناجعة. بشوف إنه في أخطاء تكتيكية كارثية موجودة داخل الملعب. صانع اللعب عبد الرؤوف في وسط ملعب الهلال اللي هو كان ممكن يكون أقرب للمهاجمين ويشكل خطورة، دخول إيميتيدينج، التبديلات من أجل التبديل، يعني ما في تغيير منطقي من أجل أنك أنت تزيد من فاعلية التيم الهجومية، من الأداء عبر أطراف الملعب، من التنوع في الهجمات. أنت بتبحث عن الفوز. يمكن الهجمة حتى اللي لقيناها من لاعب صغير في العمر لا يحاسب عليها، إنه اجتهد في هذه المباراة أحمد سالم، إنه إذا لعب الكرة من تحت كانت ممكن تكون هدف للهلال، هدف أول. لكن قليل الخبرة وقلة الخبرة كانت بتحتاج إنه الهلال في تدعيماته إنه يأتي بلاعبين ذو ثقة، لأنك أنت بتنافس مين؟ بتنافس صن داونز، بتنافس الأهلي، بتنافس حتى إصابة الغربال أثرت مكان واضح. ما أنا نتكلم إذا أنت عندك إصابات مثل الغربال، أنت كنت بتحتاج لمهاجم آخر إنه يكون بديل وصاحب فعالية ويكون أفضل مش أقل من محمد عبد الرحمن اللاعب المهم. أنا أعتقد إنه إدارة المباراة فنيا كان بعيد عن المباراة، لكن يشكر لاعبي الهلال حتى جهازه الفني انه وصلوا الهلال للمرحله دي في ظل الظروف الصعبه اللي بتمر بها البلد. اعتقد انه مجلس الاداره اجتهد في انه يعني يسحب بالتيم بعيدا، لاعبي الهلال اجتهدوا في انه يقدموا افضل ما عندهم. وكذلك انه يعني حتى الجمهور كان يعني وصل مرحله يثق في انه يفوز على الاهلي، فدي كلها اتت من عمل اشياء ايجابيه دون شك. بالمناسبه امام عاشور انهى صيامه عن التهديف منذ 16 من فبراير امام الاسماعيلي في الدوري المصري، وسجل 5 أهدافه في دوري أبطال إفريقيا. استمعنا إلى فلوران إيبنغي الذي عولت عليه كثيرا جماهير والهلال بحكم الخبرة الذي يتوفر عليها في القارة الإفريقية. تعليق سريع على ما قاله إيبنغي. أعتقد أنه يعني بدينا الاستديو تكلمنا عن أنه الهلال بينقص المهاجم اللي هو 30 متر الأخيرة، أنه مهاجم بيجيد إحراز الأهداف، مهاجم شرس قادر يتعامل مع نقطة ضعف الأهلي اللي هي خط دفاعه، ما قدر يتعامل مع الهلال بإيجابية أو بسرعات كان بيحتاج الهلال في هذا التوقيت. أعتقد إنه قلة الفرص، خبرة الأهلي الكافية، لاعبين الهلال صغار في السن، دي تجربة جيدة بالنسبة لهم. وأعتقد إنه المستقبل أمامهم إذا كانت في إدارة حريصة إنها تسحب بالهلال بعيدا. واعتقد انه رساله لكل المسؤولين عن الرياضه في السودان، لازم يكون المتواجدين ومسؤولين عن الرياضه يمثلوا رياضه كره القدم، غير ذلك حنكون في نفس الدائره. عطيه بطبيعه الحال اللاعبون سعداء بهذا التأهل. كنت أريد أن أسأل على الاستبدال أبو علي في الدقيقة 61. تحدثنا كذلك أنه في الشوط أو في مباراة الذهاب لم يكن جيدا بدون أي تسديدة على المرمى. هل هو تراجع مستوى اللاعب بكل بساطة أم اختيارات الهجومية لكولر هي التي حدت من خطورته؟ أنا أول حاجة أشوف أن التوظيف اللعيبة اللي حوالين وسام ما بيساعدش وسام، هو كمان عليه جزء ان تحركاته سيئة جدا في استلامه للكورة، فقدانه للكورة بسهولة.
وتغيير اعطى نتيجه، لانه طاهر أكيد الغائب أكيد من مباراه باتشوكا دخول وصاحب طاهر التمرير. دخول طاهر طبعا. طاهر لاعب مميز قبل الاصابه جدا، كان عامل فتره مميزه جدا وراح المنتخب ومستواه مميز. اتصاب وبعد ورجع النهارده، انما دخوله كان مؤثر. عمل الباص لامام عاشور اللي ده مكانه، واحنا قلنا ان لازم يلعب قدام الاثنين الارتكاز اللي في وسط الملعب يا امين، لان هو احسن واحد عنده القدره على الانطلاق من العمق وانه التعامل مع الكرات. شفنا الكنترول والتسديده بالظبط، يعني انهى الكره بشكل مميز جدا وانطلق، ودايما بينطلق في المساحه دي، ودي مشكله الاهلي، وده اللي وصل وسام ان هو ما تجيلوش كرات كتير، ما فيش حد يلعب معاه. وسام راس حربه تقليدي، خطورته داخل منطقه الجزاء مع قدرته ان انت تلعب له وتروح تسانده. ما حدش كان بيلعب له النهارده خالص، الكرات كلها كانت بتروح على الجنبين عند اشرف وعند امام عاشور. فخروج وسام كان لابد ان واحد من الاثنين يخرج، هو او جراديشار، لو الامور عايزه وده اللي حصل لما خرج وسام. جراديشار بقى فيه حريه والملعب اتظبط شويه في الثلث الاخراني، انما طاهر اتمنى انه يرجع لمستواه اللي هو كان قبل الاصابه. لاعب مميز جدا. نعم. بيساعد الفريق في الهجوم وفي الدفاع، ومنضبط وملتزم جدا في الجبهه اليمنى اللي بيلعب فيها. بشكر زمايلي كلهم النهارده، وبشكر الجمهور اللي جه. دايما جمهور النادي الاهلي حاضر في اي مكان، جمهور عظيم، جمهور دايما في ظهرنا، واثق في لعيبته. الجمهور ده دايما احنا بنلعب عشانه. الجمهور الاهلي دايما هو سر نجاح الاهلي، يعني الاهلي بقيمته بتاريخه ببطولاته عايش عشان النادي الاهلي، عشان الجمهور النادي الاهلي. فالجمهور ده اللي دايما بيساندنا زي ما انت شايف النهارده. واللعيبه كانت رجاله النهارده بصراحه. كنا مركزين على مفاتيح اللعب بتاعه الهلال، فريق محترم، فريق كبير. كان اول مجموعته، قدرنا نطلع كل اللي عندنا ونقفل على مفاتيح لعبه. يستضيف نادي الهلال السوداني ضيفه نادي الأهلي المصري، وذلك في إياب الدور ربع النهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا. وفي هذا الفيديو سنطلعكم بالموعد والتوقيت والقنوات الناقلة للمباراة. إذا سيستضيف نادي الهلال السوداني ضيفه نادي الأهلي اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 7 بتوقيت غرينتش، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي ستجرى في الأراضي الموريتانية. هذا وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وسيسعى نادي الهلال لاستغلال عامل الأرض والجمهور بالرغم من أنه يلعب في موريتانيا للعودة في النتيجة، ولما لا تحقيق التأهل، حيث يسعى الفريق السوداني للتأهل ومواصلة الرحلة في نصف النهائي. إلا أن المواجهة لن تكون بالسهل أمام نادي الأهلي، نادي القرن، والذي يرغب بدوره في العودة للقاهرة ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من المنافسة، حيث يسعى في الحفاظ على لقبه بطلا للقارة، والذي توج به في السنتين الآخرتين.